السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله كما كتلاحظوا غنحضر معكم الصابلي بدون بيض بالكراميل. كيجي غزال البنات. غادي نحضروا معكم بواحد السر اللي غيخليه يجيب هذا اللون الذهبي وبواحد المذاق ديال الكراميل اللي كيجي رائع وكيجي لذيذ بزاف، ما كيتقلش نهائيا وكيبقى بهذا الحجم هذا. نتمنى من كل قلبي الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، فإلا عجبتكم بقاو معايا حتى النهايه باش تعرفوا على الطريقه والمقادير. فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لتحضير الصبلي غادي نحتاج 125 غرام ديال الزبده اللينه. هنا استعملت الزبده سبيسيال او الزبده الممتازه. ضفت واحد كيس ديال السكر الفاني، كاس ديال السكر الثقيل او السكر كلاصي. هنا خلطت الكل حتى صبح عندي على شكل بوماد، وكنعتذر منكم بزاف البنات لان تقطع ليا الفيديو ما رديتش البال. ضفت 4 ديال المربعات او المثلثات عفوا ديال الجبن. فبعد ما وضعت الجبن خلطت مزيان حتى صبح الخليط على شكل بوماد. ضفت هنا كاس ديال الدقيق محمر. كناخذ دقيق الفورس كنحمرو في مقلاة فوق النار حتى كيصبح بهذا اللون الذهبي، هو اللي كيعطي لينا هذاك اللون والمذاق كذلك للصابلي ديالنا. صافي هنا بعد ما خلطت مزيان غادي نزول الخلاط. ضفت هنا 2 كيسان ديال الدقيق الابيض، يعني مجموع ديال الدقيق اللي درت 300 غرام. فهذا هو الشكل ديال الصبلي ديالي. دائما الصبلي كنجمعوه بالاطراف ديال الاصابع. هذا هو الشكل ديالو يا البنات. غادي نخليوه حتى كيرتاح ومن بعد غادي نبسطوه هكا فوق بلاستيكه. تنحاولوا نبسطوه ما بين 2 بلاستيكات، وحده من التحت وحده من الفوق بهذا الشكل هذا. فبعد ما كنبسطو بالدلاك صافي هنا غادي نقطعوه بالقطعه. انا هنا قطعته على شكل دائري. بالنسبه للحجم ديال القطعه نتوما اللي كتحكموا فيه، كديروا اي نوع ديال الطبع عندكم، يا اما دائري يا اما مربع. قطعتهم هكا على شكل مربع وغادي نوضعهم في اللاطه. دائما الفرن كنشعلوه على 180 درجه من الفوق ومن التحت، وكندخلوا اللاطه ديالنا وكنخليوه حتى كيطيب ويتحمر وكنخرجوه. فبعد ما دخلت اللاطه الاولى للفران غادي ندير هنا اللاطه الثانيه. بالنسبه لهادو غادي نتقبهم من الوسط لان كما قلت لكم غادي نزينو بالكراميل، وكنحاولوا دائما نديروا نفس القياس اللي درناه في الاول في اللاطه الاولى هي اللي كنتقبوا باش هكا ما يجينا متساوي، يعني كل وحده عندها اختها. وغادي نستمر بهذه العمليه هذه حتى نكمل. فهذا هو الشكل بعد ما كيطيب الصابلي. هذا هو الشكل ديالو، ما كيتقلصش، كيجيب هذا اللون الذهبي الرائع البنات. هذا هو الشكل ديالو، كيجي غزال وكيجيب هذاك المذاق ديال الكراميل مع داك الدقيق المحمر، كيعطيه واحد المذاق اللي رائع. هنا خديت كاس الا ربع ديال السكر، غادي نوضعو فوق النار باش نحضر التعليكه باش غادي نلصق. غادي نحضر الكراميل. درت هنا كاس ديال السكر على نار مهيله، كنخليه حتى كيبدا كيذوب. من بعد كنبدا نخلط هكا بملعقه الخشبيه بهذا الشكل هذا. فبعد ما كيذوب السكر غادي نضيف عليه معلقه صغيره ديال الزبده. فبعد ما كنوضع معلقه صغيره ديال الزبده كنحرك مزيان حتى كتذوب، ومن بعد غادي نزيد واحد المكون اللي غيخلي هذا الكراميل كيجي رائع. واحد الديسير كراميل او فلان كراميل كنوضعوه وكنخلطوه هكا حتى كيندمج ليا مع الكراميل. كنبقاو نحركو والنار دائما كتكون مهيله حتى كيذوب تماما. كنزولوه من فوق النار وغادي نحاول نضيف عليه 10 ديال الحبات ديال الشكلاط الابيض. كنضيفهم وهو باقي سخون وحنا كنخلطو. فهذا هو الشكل ديال الكراميل. غادي نحاول نزولو في هاد الكاسرونه وغادي نوضعو في زلافه. هذا هو الشكل ديالو. هنا غادي نبدا نلصق به الصبلي ديالي. بالنسبه لهاد الكراميل البنات راه من بعد فاش كيبرد راه كيتقال كيعقد، ما كيبقاش هكا سايح لان هنا باقي سخون.
كنحاول نوضع هكا واحد شويه في الوسط وكنلصق بهذا الشكل هذا. التزيين دائما كيبقى اختياري. يمكن لكم تكتفيو به غير بحال هكاك، يمكن لكم كذلك تزينوا بكاوكاو كونكاسي او اللوز. فبالنسبه ليا زينت هكا بواحد شويه ديال الشكلاط رولي هكا غير في الجناب. التزيين دائما كيبقى اختياري. فغادي نستمر بهاد العمليه هذه حتى نسالي ونشوفوا ان شاء الله الشكل النهائي. فهذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا بالكراميل بدون بيض. كيجي رائع البنات، كيجي معلك بهذاك الكراميل وواحد القرمشه والمذاق ديال الكراميل يا سلام. نتمنى من كل قلبي عجبكم لا فيديو ديال اليوم. فإلا عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، التعليق ديالكم الايجابيه، وكذلك تبارطاجيوه مع الاصدقاء والعائله. مع السلامه، حتى الفيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم.